أهلا بيك أختي يا رفيقة الدرب في بودكاست بيناتنا. اليوم بغيت نجلس معاك جلسة ديال الخواتات، جلسة فيها آتاي من النعناع وكثير من الصدق. بغيت نفتح معاك قلبي حيت عارفة بلي هاد الهضرة اللي غنقول لك تتقوليها لراسك كل ليلة قبل ما تناسي، وملي كتحلي عينيك مع الصباح كتحسي بيها بحال الجبال فوق كتافك. عمرك سولتي راسك علاش أنا دائما عيانة؟ واخا نكون ناعست 8 ديال السوايع، واخا نكون شربت قهوتي، واخا نكون ما درت والو في نهار الأحد، دائما كاينة واحد السخفة لداخل، واحد الفشلة اللي كتخلي حتى الخطوة ديالي ثقيلة. كتنوضي مع الصباح كتشوفي في المرايا وكيبان لك وجهك دابل، ماشي حيت ما درتيش المكياج ولكن حيت الروح ديالك هي اللي دابلة. كتمشي للكوزينة كيبان لك الشقا كيتسناك، كتمشي للخدمة كيبان لك الضغط والمشاكل، كترجعي للدار كيبان لك الواجبات اللي ما كتسالاش، الوليدات اللي عندهم الحفاظة، الروينة. المهم كتقولي مع راسك واقيلا راه فقر الدم ولا نقص الفيتامينات. بصح الجانب العضوي مهم، ولكن كاين واحد السم خفي كيمص لينا الطاقة ديالنا بلا ما نحسو، هو اللي كنسميوه الروينة. ما كنهضرش على الماعن في لافابو او الحوايج مشتين فوق الستاري، كنهضر على الروينة اللي محيطة بك من كاع الجوانب واللي كتحفر في النفسية ديالك بحال السوسة. اشنو كيطرى ليك نفسيا؟ عارفة اختي بلي الدماغ ديالنا داير بحال الباسيل الحاسوب، وملي كتفتحي فيه بزاف ديال التابس او النوافذ في دقة واحدة كيبدا يتقال وكتخدم فيه الفرفارة حتى كيسخن وكيتبلوكا. هادشي اللي كيطرى لك حتى نتيا. في علم النفس كاين واحد المفهوم سميتو الحمل المعرفي. ملي كتكوني جالسة في صالون مرون او كوزينتك عامرة مواعن مرونة، عينيك بلا ما تحسي كيسجلوا كاع ديك الفوضى، ودماغك كيبدا يعالج فيها. كل حاجة محطوطة في غير بلاصتها هي رسالة كتوصل لدماغك وكتقول لك خاصك تجمعي هادي، خاصك تقادي هادي، شوفي هاد الغبرة، شوفي هاد الروينة، شوفي هاد المعن. هاد الرسائل المتكررة كترفع عندك هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. داكشي علاش كتلقاي راسك معصبة بدون سبب، ودغيا كتبداي تغوتي على ولادك وكتحسي براسك راكي مأزمة واللي خاطرك ضيق. المشكلة ماشي في الشقا في حد ذاته، المرأة المغربية تبارك الله صبارة وحاذقة بالفطرة، ولكن المشكلة هي في تشتت الانتباه. ملي كيكون المحيط ديالك مرون تفكيرك كيكون مشتت وطاقتك كتضيع في القلق بلا ما تضيع في الإنجاز. زيدي عليها كذلك الروينة النفسية، المشاكل اللي انت ما حليتيهاش، الهضرة اللي بقات في قلبك وما قلتيهاش، المقارنة اللي كديري بين حياتك وحياة هذوك المؤثرات في الانستغرام، وهادشي كله كيدير ضجيج لداخل، وهداك الضجيج هو اللي كيسخفك. خاصك تعرفي بلي السكينة هي ملي كيرتاح القلب وكيرتاح الجسد. حبيبة ديالي، الإسلام هو دين ديال الجمال والنظام. دائما حنا سمعنا وكبرنا النظافة من الإيمان. ربي سبحانه وتعالى تقول: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شوفي في الكون كل حاجة ميزان، كل حاجة في بلاصتها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول: إن الله جميل يحب الجمال. ملي كتكون دارك مجموعة نفسيتك صافية كتحلي الباب للبركة باش تدخل. البركة ماشي هي فلوس كتيرة، البركة هي القناعة، هي الرضا، هي راحة النفس، وهي هذيك السكينة اللي كتحسي بها وانت كتشربي كاس اتاي في ركن هادي ومنظم. الارتباط بالله هو اول خطوة باش تجمعي شتات نفسك. ملي كتصلي صلاتك بخشوع كأنك كديري فورماطاج لدماغك، كتفرغي كاع الهموم اللي في راسك وكتخليها بين يدين اللي خلقك. توكلي على الله ماشي كلمة كتقال وصافي، هي فعل. هي انك تقولي: يا ربي انا راني درت اللي عليا ونظمت اللي قدرت عليه والباقي عليك. هاد الايمان كيخليك تحسي بلي الحمل خفاف، بلي ماشي ضروري تكوني مثالية في كل شيء، حيت الكمال لله وحده. دابا اجي نفهمو كيفاش تجمعي هاد الروينة بلا ما تنهاري. ما غاديش نعطيك اوامر حيت عارفة انه اللي فيك كافيك، غنعطيك نصائح ديال اخت مجربة باش ترجعي ديك الحيوية لوجهك ولحياتك. اولا خوي البلاكار باش تخوي الراس. بداي بحاجة صغيرة، واحد المجر في الكوزينة مثلا، او النص ديال البلاكار، او مثلا في الحوايج ديالك مالية ديال الحوايج ديالك. بداي بجهة، غادا تجبدي حاجة بحاجة وغادا تفكري واش هاد الحاجة لبستها مثلا 6 شهور الأخيرة أو العام الأخير،
واش واقع ناوية أنني نلبسها مرة أخرى؟ إلا لقيتي راسك أنكِ ما لبستيهاش 6 شهور الأخيرة أو 12 شهر الأخيرة، صافي غير حيديها، خرّجيها. الصداقة في هاد الأشياء كتجيب واحد الراحة نفسية عجيبة، ملي كتخوي مساحة في دارك كتخوي مساحة في عقلك للتفكير الإيجابي. هاد الطريقة بقاي غادا كل نهار ديري بلاكار، ما تنوضيش نهار واحد وتجبدي البلاكار كلّو باش تلفيه وما تبقايش تعرفي راسك منين تسالي. كل نهار حلّي بلاكار أو جهة ديال البلاكار وبقاي غادا بشوية بشوية من بيت لبيت، ومن بعد سيري الكوزينة كذلك نفس الشيء، بلاكارات ديال الكوزينة واحد بواحد، كل نهار واحد، خوي الحاجة اللي مكتستعمليهاش تحيد، مكاينش علاش تبقى شادة بلاصتها وفي نفس الوقت معمرة الطاقة ديال المكان ودايرة فيه ضجيج وفوضى. ثانيا حبسي التفكير الزائد الأوفر ثينكينغ، بزاف ديال العيا كيجي من شنو غيطرا غدا أو علاش فلانة قالت لي هاديك الهضرة. تعلمي تقبلي الأشياء اللي ما تقدريش تغيريها، اللي فات مات واللي جاي بيد الله. عيشي اللحظة ديال دابا هنا والآن. ملي تكوني كتغسلي الماعن ركزي غير في الماعن وفي ريحة الصابون، ملي تكوني مثلا كتقطعي في الخضرة شوفي غير في الخضرة اللي في ايديك وتركزي فيها وتمعني فيها. هادشي كي غيخليك متفكريش في مشكل وقع السيمانة هادي. هاد اليقظة الذهنية هي سر الراحة. ثالثا حطي حدود راسك كل الناس. المرأة الحاذقة بزاف هي اللي كتاكل الدق في الأخير. تعلمي تقولي لا ملي تحسي بلي طاقتك سالات، لا للشغل اللي فوق طاقتك ولا للناس اللي كيمسوا طاقتك بالشكوى والسلبية. حقك على نفسك أنك ترتاحي. رابعا روتين الجبل الروحاني. حاولي أنه دائما تخصي هذا الشيء، دائما كنركز عليه في جميع فيديوهاتي. حاولي تخلي واحد 10 دقائق في النهار ديالك من غير أوقات الصلاة. هاد 10 دقائق تكوني فيها بوحدك، بلا بورطابل، بلا مشتتات، فقط تنفسي بعمق، ذكري الله أو غير شوفي في السما. هاد اللحظات هي اللي كتعاود تشحن البطارية ديال روحك. وأخيرا حاجة اللي مهمة بزاف وهي تصالحي مع النقص. ماشي مشكل إذا الدار بقات مرونة أو إذا ما طيبتيش شهيوة واعرة اليوم. الصحة النفسية ديالك أهم من البرستيج. كوني حنينة مع راسك وما تبقايش تجلدي نفساتك. وفي الأخير أختي الغالية، بغيتك تعرفي لأنك قوية، ولكن حتى القوي كيحتاج يرتاح. هاد العيا اللي كتحسي بيه هو إشارة من جسمك ومن روحك كيقول لك تهلاي فيا، راني عييت. السر ماشي في كثرة الحركة، السر في جودة السكون. اللي كتنظمي محيط ديالك كتنظمي حياتك، واللي كتنظمي حياتك كيبان لك النور في أبسط الأشياء. ختاما غنقول لك هاد الدعاء سمعيه بقلبك. يا ربي، يا جامع الشتات اجمع شتات قلبي وفكري. اللهم أخرج من نفسي كل ما يثقلها، ومن بيتي كل ما يزاحمها بلا فائدة. اللهم ارزقني السكينة في روحي والنظام في حياتي والبركة في وقتي. يا رب اجعلني راضية مرضية، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، وأرح جسدي من التعب ونفسي من القلق. آمين. تهلاي في راسك، حيت إذا كنت انتي بخير الدار كلها غادا تكون بخير. انتي هي القلب ديال ديك البيت، والقلب خاصو دائما يكون نقي صافي ومرتاح. شكرا لك من القلب على الاستماع. نتمنى نكون أفدتك ولو بقليل. نتمنى أنك ما تبخليش عليا بلايك وسبسكرايب، وشكرا، ونتلاقاو في حلقة ماجية بإذن الله.